ألف 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 مبروك للعرسان، إن كان عروسة أو عريس. نقل عفشك على حسن بريك، مقدم لكم هدايا متابعيني لأول 3 عرسان. يتواصلوا مع بيت العروسة راح ينقلوا لهم العفش. والله مكلمهم قلت لهم لازم خدمة لمتابعيني بالمجان. وش تقولوا لدبش العروسة؟ في ناس يقولوا له دبش، في ناس جهاز العروسة، في ناس تتعدد الأسماء، لكن بيت العروسة مقدمين خدمة ينقل لك من بيت أهل العروسة إلى بيت العريس. أو في ناس العرسان مدلعين نفسهم زمان، يا ولد ها عندك ونيت، عندك جيمس نبغى نشيل. لا 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 لا، بيت العروسة وفروا لكم هذه الخدمة وبسعر جدا يعجبكم. خلوكم معنا وعينكم على السيارة المجهزة والأرفف لحماية دبش العروسة يوصل بأمان وسليم. يعني ما في العربية وصلت مكسورة ولا أغراضها. لا تخاف يا عروسة، بأيدي آمنة. وبيت العروسة مهتمين بأدق التفاصيل. شوفوا المدة والشغل الزين. على فكرة الموظفين يجوكم بلبس موحد لنقل دبش العروسة. أيضا خايفين على مكياجك يا عروسة، السيارة مبردة، خلصنا من خدمة التكييف، يعني المكان جدا بارد في هذا الشتاء خوفا على المكياج. وهنا التعاليق، يا سلام الحاجات اللي تتعلق. وهنا الأرفف، ما وقفوا على الأرفف، لا شوفوا للحماية عدم الاهتزاز والعربية تتكسر. لا شوفوا كيف، هنا الحاجات الصغيرة وهنا الأدراج، يعني أموركم بالسليم. طيب كثير من العرسان يكون أهاليهم من خارج المدينة، يبغوا تغليف داخل البيت، عندهم خدمة تغليف الدبش داخل البيت. وكده على ما أعتقد بيت العروسة قاموا بالواجب. الله يعطيكم ألف عافية. والأسعار تبدأ من 500 ريال. أتواصلوا معاهم قولوا من طرف حسن بريك، طبعا على حسب الدور الرابع من غير مصعد. هذه الأمور والله ما يقصروا وكلمتهم لا تقصروا مع متابعيني. دائما أقول العروسة لا والعريس ليه ما نبي ندلع نفسنا، يكون الرجال أموره ملخبطة وعنده التزامات ثانية، هم يجوا يرتبوا الأمور ويجهزوا لك بيت العروسة. تواصلوا معاهم ما راح تندموا، في المدينة وخارج المدينة. مع السلامة. ولا تنسوا عرض حسن بريك أول 3 عرسان بالمجان، نقل دبش العروسة بالمجان أول 3 بس. هذه هدية للمتابعين ويستاهلوا.